الإنسان كائن كيتميز على باقي الكائنات الأخرى بعدة صفات، منها الوعي. فالإنسان كيمتلك القدرة على التفكير والشعور والإدراك، والإنسان كيمتلك عقل بيه كيفكر وبيه كيتميز على الحيوانات، وبيه كيقدر يفكر بطريقة منطقية وتحليلية، طريقة كتساعدو باش يحل المشاكل ديالو وباش يتخذ أهم القرارات في حياته. إذا فهاد الصفات كلها هي اللي كتخلي من الإنسان كائن حر ومتميز ومسؤول وذا كرامة لا تقدر بأي ثمن. يعتقد كانت بأن الوعي كيبدا لما كينطق الطفل بكلمة أنا. فهاد الكلمة كيحاول يعبر من خلالها الطفل على ذاته وعلى شخصيته، وهي أقوى تعبير على استقلالية الإنسان وتميزه عن الآخرين. يقدر الإنسان ما ينطقش بكلمة أنا، ولكن فهو ديما كيحمل التصور والمدلول ديالها في عقله. الوعي ديال الإنسان كيحصلو من خلال تجارب الحياة، ولما الإنسان كيتولد كتكون عنده بزاف ديال الصفات بحال التفكير والشعور والإدراك. غير هو من بعد كيحاول يطور من هاد الصفات وينميها من خلال التفاعل ديالو مع العالم الخارجي. وبالتالي فالوعي هو أهم سمة كيتميز بها الإنسان عن الحيوانات. يعتقد نيتشه بأن الغريزة هي القوة الضامنة لبقاء الإنسان، فهي المحرك اللي كيدفعه باش يبحث على الطعام والشراب والتكاثر. أما الوعي فهو نتيجة لصراع الغرائز، وهو اللي كيخلق القيم والمعتقدات اللي كتحد من حرية الإنسان. نيتشه كيأكد باللي كيخص الإنسان يتقبل الغرائز ويعيشها بكل حرية، ويتجاهل القيم والمعتقدات اللي كيخلقها الوعي واللي كتقمع الغرائز. فالغريزة هي اللي كتعطي الإنسان معنى، وهي اللي كتدفعه باش يخلق ويبتكر. الغريزة عندها وجود قوي في حياة الإنسان، فهي اللي كتدفعه باش يتصرف بطريقة معينة، بحال الغريزة الجنسية اللي كتدفع الإنسان باش يتزوج ويتكاثر، أو غريزة البقاء اللي كتدفع الإنسان باش يهرب من أي خطر كيهدد حياته. في النهاية فاحنا ميمكنش لينا نفصلو الغريزة عن الوعي، فالإنسان كائن مركب من الغريزة والوعي، ولكن فالغريزة كتبقى هي الأقوى، حيتاش هي القوة المحركة للإنسان، وحيتاش هي اللي كتحدد المسار ديالو في الحياة. الوعي كيرتبط بنشاط الأفراد المادي، ولكن ماشي هو اللي كيحدد الحياة الفعلية للناس، بل الحياة هي التي تحددها. الشي اللي كيعني بأن الوعي هو انعكاس للواقع المادي وماشي هو الواقع نفسه. ومادام أن الوعي ميمكنش يحدد الحياة الفعلية للناس، فهو هكذا كيبقى عاجز عن إعطاء صورة حقيقية عن واقعنا وذواتنا، لأنه كيكون مشوه أو مضلل. ومادام هو هكذا فهو غادي ينتج لينا وعي زائف، والوعي الزائف هو تصور كنبنيوه على الحياة كيبان ظاهريا باللي هو حقيقي، ولكن هو مزيف وخادع. علاش؟ لأنه كيخدم مصلحة فئة أو طبقة معينة على حساب طبقات أخرى. ممكن تعتقد بأن الحرب هي الحل لكل مشاكل العالم، ولكن هذا وعي زائف. علاش؟ لأنه كيخفي من وراه حجم الدمار والحزن اللي ممكن تخلفه الحرب في العالم. وتقدر تعتقد بأن الدين اللي كتنشر الطبقات المسيطرة داخل المجتمع هو الدين الصحيح وهو الحل لكل مشاكلك، ولكن الطبقات المسيطرة كتستخدم الدين في بزاف ديال المرات غير باش تخدم المصالح ديالها وغير باش تحافظ على الوجود ديالها.